الفيديو بتاعنا النهاردة لكل اللي بيدور على سحر الطبيعة ومحتاج يفصل أو يسترخي من ضغوط طول السنة وبيفكر في تجربة جديدة وهادية وفي نفس الوقت ممتعة. هنقدم لك منتجع هتلاقي فيه كل اللي انت محتاجه. منتجع أمايا ليك دمبولا سريلانكا. اعرف فندقك في فنادق ومنتجعات كل تلات مع منفيس. منتجع أمايا ليك دمبولا من أجمل منتجعات دمبولا في سريلانكا، اختيار ممتاز لكل اللي بيدور على الاستجمام وسط مساحة خضراء على امتداد 50 فدان وبحيرة بيقع على ضفافها المنتجع، وبتملأ أرجاء المنتجع نسمات الهواء اللطيف ومناظر حلوة جدا. مع خدماته الفندقية ال5 نجوم هترتاح جدا في الإقامة. من بداية دخولك المنتجع بيتم استقبالك بالطبول الضخمة على الطريقة التقليدية في سريلانكا، وفي الاستقبال هتقابل طاقم العمل اللطفاء جدا في التعامل، وهتخلص إجراءات التسكين بسرعة. وبمجرد دخولك هتشوف الممر المرصوف اللي قبل بحيرة كانديلاما اللي بتحوط الفندق في منظر هادي مريح للعين. وفي مطعم سمارة المشهور بأكلاته التقليدية هتقدر تنغمس في تجربة سريلانكية عالية الجودة. هتجرب كريب جوز الهند والكريمة اللذيذة المصنوعة من طهاء ماهرين جدا، وهتاكل ألذ مشويات متنوعة في حفلات الشوي. وممكن تتناول الأكل جوه المطعم أو تحت النجوم في الغابة أو قدام البحيرة، أو كمان ممكن تطلب إنك تتناول الأكل على حمام السباحة المفتوح. ومش بس كده، كمان ممكن تستريح في غرفتك والطاقم يوصلك الأكل اللي بتفضله لحد باب غرفتك. الفندق بيضم 101 غرفة منها الستاندر والغرف العائلية، والأجنحة وكل الغرف هناك عبارة عن شاليهات منفصلة، يعني هتستمتع وسط الطبيعة والهدوء مع درجة عالية من الخصوصية. التصميمات حديثة وعلى درجة عالية من الرقي، مكونة من الأساس الخشبي والإضاءات الدافئة، وفيها لمسات تقليدية سريلانكية علشان ثقافة المكان تحوطك. كل الغرف بيتوفر فيها شاشة تلفزيون مسطحة مع قنوات فضائية وميني بار. وتتميز أجنحة المنتجع بوجود حمام سباحة خاص وسبا علشان تستجم وتروق على الآخر. المنتجع بيبعد 3 ساعات عن مطار سريلانكا الدولي، وقريب من أماكن سياحية مشهورة زي قلعة سيرجيا والمنتزه الوطني. والمنتجع كمان مليان بالأنشطة الممتعة زي ركوب المراكب في البحيرة. تقدر تتخيل قد ايه هتكون مغامرة شيقة وما تتنسيش. بناء وعمارة المنتجع وأجواء البحيرة الهادية الرومانسية بتجعله يتميز بالخصوصية، بتخليه المكان المناسب لقضاء شهر العسل واحتفالات ذكرى الجواز. ومع انتشار المساحات الخضراء والبحيرة بيخلي المنتجع الوجهة المنشودة لكل اللي بيدور على التأمل والطبيعة وكل التجارب المختلفة. اجعل وجهتك القادمة سريلانكا، لؤلؤة المحيط الهندي. وفي نهاية فيديو النهاردة ما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك حلقاتنا